السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. تعالوا في روتيني في مطبخ النهاردة نشوف هنعمل ايه في مطبخ بسمة. عندنا شوية سمك سردين محترمين كده جمال، هنغسلهم وننضفهم كويس ونبدأ نشتغل فيهم. هتعملي ايه في السمك ده يا بسمة؟ هنعمله في الصينية. معانا شوية خضار محترمين، هنعمل سمك سردين في الفرن. هننضف السمك الاول. السمك ده يا جماعه احلى حاجه فيه ان هو ما بيبقاش عامل زي السمك البلطي كده فيه سفه كتير في الظهر وكلام من ده. احنا هنشيل بس الديل ونشيل الزعانف كده، وننضف البطن بتاعته كويس ونغسله غسله محترمه. احنا مش عايزين اكتر من كده. هو كده كده السمك ده بيبقى نضيف، يعني ما بيبقاش فيه حاجه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا على النبي يا جماعه وانتم معايا كده، وافتكروا اخواتنا الفلسطينيين بدعوه كويسه من قلبكم يوم الجمعه. ليكي دعوه مستجابه ما بين العصر والمغرب، بالله عليكم تدعوا لهم ربنا يفك كربهم ويحوش الغمه اللي هم فيها على خير يا رب. المهم، عند السمك كده هنرجع لموضوعنا. هننضف السمك كويس، هننضف البطن بتاعته كويس، وهنشيل الديل والزعانف من هنا ومن هنا. انا حبيت اوريكي هنا السمك بيتنضف ازاي، عشان انا مش عايزه اعمل حاجه في السمك اكتر من ان انا اشيل البطن بتاعته والديل وخلاص. مش عايزه اشيل الدماغ، مش عايزه اشيل، انا عايزاها السمكه سليمه زي ما هي كده. عايزه اشيل بس البطن واشيل الديل بتاعه وبس، مش عايزه اكتر من كده. كده خلاص. هنغسل السمك بقى بتاعنا. هنا كنا غسلنا السمك ونضفناه، هنبدأ نشتغل فيه بقى. هنعمل ايه في السمك ده يا بسمة؟ هنعصر عليه ليمون ونتبله. هنتبله بايه بقى؟ هنتبله بملح، كمون، كزبرة ناشفة، بابريكا، شوية زيت. بس مش عايزة اكتر من كده. السمك اساسه الليمون والكمون. ليمون وكمون بيودي السمك في حتة تانية خالص، وبالذات السمك اللي بيبقى في الصينية. السمك ده اساسه الخضار والليمون والكمون وشوية التوابل اللي انا هعملهم كده بس. تبليهم كويس ولفيهم لفة كويسة، وهنركن السمك وهنقطع الخضار بتاعنا. هنحط هنا التوابل على السمك: الكمون، كزبرة الناشفة، بابريكا، ملح، زيت. بس يا ام مازن، بس يا ام مازن، مش عايزين حاجة اكتر من كده. هنقلبه تقلبتين تلاتة مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، وهنركن السمك يشرب من التتبيله بتاعته على ما نقطع شويه الخضار بتاعنا. هو المفروض السمك ده يفضل في التتبيله بتاعي يجي ساعه ساعتين كده ولا حاجه، بس احنا طبعا عشان مستعجلين وما عندناش وقت، فهنركنه في جنب يشرب من شويه التوابل بتاعته دي على ما نقطع بس شويه الخضار. هنا هنلفه لفتين كده في التوابل وبس كده. السمك عندي كده جاهز تمام كده. هنركنه في جنب ونقطع بقى شويه الخضار. معانا خضار ايه يا ام مازن؟ اللي موجود عندك في التلاجة. اي خضار عندك في التلاجة حطيه. عندك بصل حطي، عندك طماطم حطي، عندك فلفل حطي، عندك جزر حطي، عندك شبت وخضرة حطي. اي خضار عندك هيدي تيست رهيب رهيب للسمك. هو الخضار اللي هيحل السمك عندك، فاللي موجود عندك حطيه، اللي متاح عندك في التلاجة حطيه. هنا كنا بنقطع الفلفل، وهنقطع الطماطم كمان حلقات، والشبت، وهنبشر الثوم. بس كده. وهنبدأ نتبل الطماطم والخضار اللي احنا قطعناه ده كله نفس تتبيلة السمك بالظبط. طب احنا تبلنا السمك يا ام مازن، احنا هنتبل للخضار كمان؟ ايوه هنتبل الخضار عشان ياخد نفس التست اللي اخده السمك. انتي حطيتي توابل على السمك، ما انت لازم هتتبلي الخضار كمان عشان يبقى نفس التست اللي في السمك هو نفس تست الخضار. وكده كده الخضار بيسرد معاكي ميه، فالميه اللي هيسردها الخضار ده دي اللي هتشربها السمك. هنا كنت ببشر الثوم، وهبدأ بقى ايه اتبله بالملح والكمون والبابريكا والكزبرة الناشفة وتوابل السمك والليمون. وهنلف لفتين تلاتة كده مع بعض، وهنبدأ نحطه في الصينية بتاعتنا ونرص السمك بتاعنا وندخله الفرن. وكده يبقى السمك عندك جاهز. انا هعصر عليه كده الليمون، وهنتبله من نفس التوابل بتاعه السمك. بس كده، ايوه بس كده، مش عايزه منك اكتر من كده. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وتعالوا نشوف هنعمل ايه في بقيه السمك. خلاص كده حطينا التوابل بتاعتنا. هنلفه لفتين برضو، وهنجيب الصينيه بتاعتنا.
هنحط نص الخضار تحت السمك والنص الباقي هنحطه فوق السمك. جبنا الصاج بتاعنا كده، حطينا نص الخضار تحت، وهنبدأ نرص السمك بأي شكل انت عايزاه، اي شكل انت عايزاه رصي بيه. اللهم بارك يا رب. والله يا جماعة شوية السمك دول تقريبا اقل من كيلو سمك، والله اقل من كيلو. اللهم بارك، عملوا صينية محترمة. دايما بركة ربنا موجودة معانا في اي حاجة بنعملها. اللهم بارك يا رب. هنرص بقية السمك، وهنحط بقية الخضار اللي احنا ركناه على جنب هنحطه على وش السمك من فوق. مش طبعا عمرنا ما هنستغنى عن الصوص اللي نازل من التتبيله ده، هنحطه برضه، كله توابل ما ينفعش نرميه. هنحط هنا بقيه الخضار، وكده صينيه السمك بتاعتك هتبقى جاهزه. هندخلها على فرن درجه حراره 200، هياخد منك من 15 ل 20 دقيقه. كده كده سمك السردين ده ما بياخدش وقت نهائي. هنحط بس شويه زيت من فوق كده على الوش، وهنبدا ندخلها الفرن. سمك السردين يا جماعه بياخدش معاكي وقت خالص. نحط شرايح الليمون كده عشان يدي تيست حلو، برضو الليمون حلو قوي مع السمك، يدي تيست حلو كده للسمك. شوفوا يا جماعة ما شاء الله اللهم بارك. والله صينية السمك دي تتاكل حاف، تتاكل كده، بصوا من شكلها بس. اللهم بارك يا رب. كده كنا دخلنا السمك الفرن، وهنبدأ نشتغل في شوية الرز اللي معانا. هنعمل رز حباية وحباية. معايا حلة هنحط فيها شوية زيت، ونبدأ نحط نص كمية الرز اللي معانا، نحمرها نشوحها كده شوية حلوين لحد ما تاخد اللون الذهبي، وبعدين ننزل ببقية الرز اللي عندنا لحد ما تاخد اللون ده. نبدأ نقلب فيها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا، ونبدأ ننزل ببقية شوية الرز. شوفوا هنا كانت خدت اللون الذهبي الجميل، هننزل عليها ببواقي الرز، ونزوده بشوية مية من الكاتل سخنين عشان ما ياخدش وقت معانا في السوا. احنا قلنا احنا مستعجلين بقى وقايمين متأخر. كده كنا حطينا بقية شوية الرز، هنقلبهم تقلبتين مع بعض، وهنزود عليهم شوية المية بتوعنا. ما تنسوش الملح يا جماعة، نحط ملح، ونغطي الرز بمقدار صوبع واحد، عقلة واحدة كده من الصوبع. الناس اللي هي ما بتعرفش تتعاير الرز، صوبع واحد بس، مقدار صوبع واحد، يعني تحط عقلة واحدة بس كده من صوبعك، هيطلع معاك الرز مفلفل وجميل. وكده كده الرز ما بياخدش وقت، 5 دقايق بالكتير ويكون الرز بتاعنا استوى. وما ننساش اللي احنا حاطينه في الفرن واحنا شغالين كده، ندي بصة على السمك في الفرن. كده الرز بتاعنا كان استوي وكان مفلفل وجميل. بصوا اللهم بارك، الرز مفلفل خالص اهوت. اللهم بارك يا رب. وهنطلع صينية السمك بتاعتنا خطيرة، ريحتها كانت تحفة والله ما شاء الله اللهم بارك. كانت طالعة تحفة من الفرن، كانت الريحة بتاعتها قلب العمارة كلها ما شاء الله. هنبدأ نطلعها بقى مع بعض كده ونقدمها. شوفوا السمك طالع ولا لازق ولا ماسك في الصينية، والخضار مستوي كويس وجميل ما شاء الله. شايفين الخضار طالع مستوي ازاي؟ وشوفوا الخضار اللي احنا حاطينه على وش السمك مدي شكل ومنظر كويس للسمك، وطالع مستوي حلو واخد وش حلو السمك قوي. بصوا الصينيه ما شاء الله فيها شويه الصوص اللي احنا حطيناهم من بقيه التوابل ما شاء الله اللهم بارك، تحفه. جربوها وقولوا لي رايكم فيها. وهنا كنا عملنا شويه الرز بتوعنا، وشوفوا السمك بوريهولكم هنا مستوي وجميل. كده كده السمك ده بياخدش سوا معاكي اصلا خالص. لو وصلت لحد هنا واول مره تتفرجي عليا، انا بسمة وليد، اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. يا رب اكون فدتكم واستفدتوا مني، ويا رب اكون كنت خفيفه على قلبكم. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله وفيديو جديد من مطبخ بسمة وليد.